أذكر لكم هذه العبارة عن أكبر باحث استراتيجي غربي متخصص حول الشيعة والتشيع معاصر، أكبر باحث يعتمد عليه الغرب، أكثر الغرب يعتمدون عليه. هو شيخ من شيوخ المال، شيخ من شيوخ المال الفرنسيين في مجلس الشيوخ الفرنسي، ويدعى فرانسوا توال. الآن مركز للدراسات الاستراتيجية عن التشيع والشيعة، أكبر مركز غربي. أنا كنت أظن مركزي لفرنسا فقط، بعدين تبين لي لا، أصلا أكثر دول الغرب يعتمدون على دراساته، بريطانيا، ألمانيا، غير. هذا عنده كتابات كثيرة سرية عن الشيعة والتشيع مو منشورة، كتابات لا تجدونها إلا في مراكز الدراسات فقط عندهم، ما مسربة يعني، لأن هي دراسات ليس التصميم فيها للنشر، إنما لأجل هم يستفيدون منها كقوة. أحد الكتب بحمد الله التي سربت من هذا الكاتب الباحث كتاب كتبه قبل سقوط الطاغية صدام هدام بسنتين ثلاث، هو كتبه قبل سقوط الطاغية، سرب من قبل من المؤمنين، بس المؤمنين هم عندهم اختراق، سرب هذا الكتاب وترجم أولا باللغة الفارسية جزاهم الله خير، بعدين باللغة العربية، عدة ترجمات. أنا لست في صدد هذا الكتاب والكاتب لا، فقط في صدد بشرح نفس دي النقطة اللي هي معجزة في قيادة أهل البيت، نفس اللي شرحناها قبل أيام. يقولون علي بن أبي طالب كيف يحكم، كيف دهاء علي في الحكم، وأولاده كذلك. هو يقول هذا الباحث المنظر صاحب مركز الدراسات الاستراتيجية في فرنسا، شيخ من شيوخ مجلس الشيوخ، شيوخ المال والعلم عندهم في مجلس الشيوخ، مو مجلس البرلمان. تدرون عندهم الغربيين مجلسين، مجلس شيوخ ومجلس مجلس نفوذ المال ومجلس البرلمان. هو يقول في كتابه هذا الخطير اللي سرب من دون علمهم، سرب بحمد الله، يقول أن شعوب العالم وشعوب الغرب، شعوب العالم وشعوب الغربية لو اطلعت على أطروحة المهدوية فسيكون خطر محدق علينا نحن الأنظمة الغربية وأنظمة القوى العظمى في العالم، خطر محدق أخطر علينا من الشيوعية والاشتراكية بلا قياس. تعبير هذا هو. لو انتشرت وعي شعوب العالم بأهداف الدولة المهدوية، أطروحة الدولة المهدوية، تطلع الدولة المهدوية والمشروع المهدي، هذا خطر محدق. أهيب بساسة العالم أن ينتشر هذا الفكر، ولاء شعوبنا سنفقده. شوف التعبير، شوف التعبير الاستراتيجي المركزي كيف، ولاء شعوب العالم وشعوبنا سنفقده. سيكون الولاء بيد من؟ بيد المهدي. لاحظوا الآن المطاحنة، لماذا الإمام المهدي متخفي؟ موجود، هو يقول موجود، هو هذا نفس الكاتب لا يقول يقولون موجود، ما يقول يقولون موجود، يقول لا موجود.
أصلا شيء ما جاي يتكلم في إثبات الإمام مفروغ عنه عنده موجود. شلون مفروغ عنه؟ منين علموا؟ منين هكذا متيقنين؟ هم يقولون هذه الأمواج التي نراها ليست صدفة وليست من حظوظ قيادات الشيعة، ليست من حظوظ قيادات الشيعة، ليست من قوة قيادات الشيعة، قيادة خفية هي اللي تدير. ولا هالصدمات، هو يقول هذه الصدمات التي تتكالب على الشيعة والتشيع هناك إدارة خفية هي التي تحمي. هؤلاء ليسوا بأهل بكفاءة أن تحمي. هاي كلامه هو. هناك قيادة، هو تعبيره قيادة خفية. المهدي هذا ما يقول يقولون، يقول نشمه نعلمه، هو الذي يدير. نقول هذا خطر.